بمشي بالترتيب ده لان ده الصح. ما ينفعش اديك الفورم الاول واقول لك ايه يلا نكتشف مع بعض، لا مفيش حاجه اسمها كده. طيب عايزاك بقى قبل ما نبدا اصلا ندخل في صميم الدرس زي ما بنقول، هنركز في مثال مهم قوي وركز معايا. انت يا ميس بتلخبطيني I parked the car وبعد كده تيجي تقولي لي I have just parked the car. هو في فرق ما بين الجملتين؟ في فرق؟ في فرق. طب ايه هو؟ اقول لك بقى يا سيدي. اول حاجه انا ركنت العربيه I parked the car، ده ماضي. ده ايه؟ ماضي. حلو قوي. I parked the car. ماضي ايه كمان؟ ماضي بسيط. يبقى ده عندك هنا ماضي بسيط. طبعا احنا يعني عيب بقى نستخدم العربي، فهقول ايه؟ past simple. past simple. ليه؟ ركنت العربيه ممكن يكون كان امبارح، ممكن يكون والله الاسبوع اللي فات، ممكن يكون من اسبوعين، ممكن يكون من ساعتين، على حسب. لكن لما جيت قلت لك I have just parked the car، يعني انا لسه راكنها حالا. الكبوت سخن، هتيجي تلمسه كده تلاقيه ايه؟ سخن. يبقى انا لسه راكنها. يبقى انا هنا فين؟ في البريزنت بيرفكت. في البريزنت ايه؟ في البريزنت بيرفكت. يبقى معناها ان البريزنت بيرفكت معناه ان حاجه حصلت في الماضي، لان هو بيقول لك تام، يعني حصل، هو فعلا حصل، لكن ليه اثر في المستقبل.